انا هتكلم عن الجزء الثاني بقى من السنه. احنا خلصنا يا جماعه الحمد لله 5 شهور وداخلين خلاص على 1/6 ان شاء الله باذن الله. تعالوا نتكلم عن اكثر الابراج اللي هيكون معاها حظ ال6 شهور القادمين من السنه. انا عندي 5 ابراج هم هيكونوا الاكثر حظا الجزء الثاني من السنه. هل معنى كده ان ال6 الابراج التانيين مش هيكونوا محظوظين؟ لا، هيبقى عندهم حظوظ بس حظوظ متفاوته. لكن الابراج اللي هتكون سعيده الحظ فعلا وتستنى حظوظ حلوه بالزوفة زي ما بنقولها، ويستنوا الشنطة السامسونايت الجميلة وهي جاية لهم وفيها الحاجات الحلوة من الخير والسعادة والفرحة والبهجة وكل الحاجات دي هقول لكم عليهم. عندنا أول الأبراج حظا هيكون برج الجوزاء. برج الجوزاء من أكثر الأبراج حظا النص التاني من السنة كله، يعني من 20/5 لغاية يوم 31/12 انت من أكثر الأبراج حظا. عندي بعديه برج الدلو. يا برج الدلو، عندك انصلاح لأمورك إن شاء الله بإذن الله، وانفراجات حلوة هتبتدي تحصل لك، وهتبتدي تاخد نفسك بعد ما كنت تعبان جدا جدا الجزء الأولاني من السنة. برج الجوزاء والدلو. وعندي كمان برج الميزان. برج الميزان بالذات خلاص المشاكل بتاعته اللي كانت موجودة كلها والتغيرات اللي كانت عنده في حياته والضغط الفلكي بسبب وجود بلوتو في برج الجدي، لان هما الاثنين كانوا عاملين مواجهه جامده جدا مع برج الميزان، بتنتهي وانتقال المشتري لبرج الجوزاء ان شاء الله بيدي لك يا برج الميزان دعم هايل في حياتك القادمه. عندك 6 شهور عظيمه يا ميزان. يجي بعديهم برج الاسد، من الابراج اللي هتكون عندها حظوظ. برج الاسد بقاله سنين تعبان لكن الحمد لله بيرتاح خلاص ال6 شهور الجايين، وهتكون شهور حلوه عليه وهيتبسط فيهم جدا. يجي بعديهم برج القوس. برج القوس عندك شهرة يا برج القوس، وعندك تحقيق الأمنية، وعندك سفر، وعندك حاجة حلوة جدا جدا هتكون معاك. بعدهم بيجي برج الحمل. برج الحمل الله عليك يا حمل، جاية معاك بشهرة وجاية معاك بعمل وجاية معاك بالحمل عمل. شوف جميلة ازاي، جاية معاك بحاجة حلوة وبرفعة كده في شغلك وبارتقاء في شغلك وبشغل مع ناس مشاهير ولقاء مع شخص مشهور او حد هتسعد بوجودك معاه وهتسعد بشغلك معاه جدا. يجي معاهم برج الثور. برج الثور عندك تحقيق لمكاسب مادية، انت فلوس بس ال6 شهور الجايين فلوس بس يا برج الثور. عندي بعديهم برج الجدي. برج الجدي عندك برضو تحقيق الأمنية وعندك حاجة كويسة إن شاء الله بإذن الله، وتبتدي تجني حاجات حلوة أنت كنت بتسعى إليها بقالك شهور ماضية فاتت. بعد كل ده عندي برج العقرب. برج العقرب أنت عندك رجوع لشخص من الماضي وعندك تصالحات. أنا طبعا بقول الأبراج بالترتيب، الناس اللي هيكون عندها حظوظ بالترتيب بتاعها. بعد برج العقرب عندي برج العذراء. برج العذراء عندك تغيير حال، اي مكان حالك ايه الفترة اللي فاتت انت هتتغير الحال معاك وبتتقلب الموازين. يعني ان شاء الله باذن الله الكويس هيبقى احسن والوحش هيبقى كويس، واللي كان عنده انفصال هيتجوز، واللي كان متجوز ان شاء الله باذن الله الدنيا تهدى معاه، ما يحصلش الحاجة اللي احنا مش عايزينها واتكلمنا عنها اول السنة وقلنا خلوا بالكم منها وخلوا عندكم هدوء يا برج العذراء عشان ممكن جدا يكون عام صعب شوية. خلصنا العذراء وعندنا بعد كده برج دي الابراج بتالي بالترتيب. الدلو بقى احنا قلناه خلاص. الحوت بقى جاي اخر حاجه بصراحه. الحوت اخر الابراج حظ، انا بقولها معلش ما تزعلوش مني يا اصحاب برج الحوت، بس انتوا اخر حاجه تحت شويه علشان شويه زحل قاعد عندكم. بس زحل لو انت ما عملتش حاجه غلط، لو انت مشيت صح، لو مشيت على الصراط المستقيم مفيش حاجه هتقرب منك، لكن لو انت عملت اي حاجه غلط خاف، لانه هيبقى الدنيا متشقلبه معاك شويتين 3. اشكركم جدا جدا واتمنى لكم يا رب العالمين 6 شهور من السعاده والرخاء والهنا، وتقدروا تستقبلوهم بطاقه حلوه وبطاقه ايجابيه، وقولوا يا رب احنا مستنيين الخير ان شاء الله في ال6 شهور القادمين، وهيجي لك الخير كله ان شاء الله. شكرا لكم واستودعكم الله. سلام.